امام عاشور يتحدى الكابتن محمود الخطيب. ايوه زي ما سمعت كده حضرتك. مش عارف عبد الشافي صادق كان معاهم ولا ايه. بص يا ابو الصحاب، لو انت اهلاوي خش ودوس لايك واعمل متابعه وتعالى اسمع شياط الزملكاويه بعد فوز الاهلي على سيراميكا. بيقول لك في مشاكل كتيره في اوضه اللبس في النادي الاهلي. كمل الفيديو معايا للاخر وهسيب لك التعليق. ايه اللي حصل حضراتكم؟ اداره النادي الاهلي بلغت امام عاشور انها لن تتعامل مع وكيل اعماله ادم وطني. امام عاشور كان رده ان انا مش هتعامل مع النادي الاهلي الا من خلال ادم وطني. شفتوا بقى حضرتك العند وصل فين؟ تحدي لقرارات الكابتن محمود الخطيب اللي اتخذها بمنع دخول ادم وطني النادي الاهلي ومنع التعامل مع وكيل اعماله ادم وطني. عاوز اقول لحضراتكم كمان سر من الاسرار، الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكره طلب من امام عاشور يطلع بيان يقول فيه يعني انه مش مسؤول عن، لا يتحمل مسؤوليه تصريحات ادم وطني، ويبرئ نفسه ويبرئ ساحته من هذه التصريحات. امام عاشور رفض. شفت التحدي وصل فين؟ امام عاشور يتحدى الكابتن محمود الخطيب. عاوز اقول لحضراتكم معلومه، ادم وطني الان يعني وفر عرض احتراف لامام عاشور في الدوري الامريكي. والسؤال، هل هيرحل امام عاشور عن النادي الاهلي على طريقه وسام ابو علي لما فرض ارادته ورغبته على مجلس اداره النادي الاهلي؟ خلينا نشوف.